اليوم كابتن بدر حامد مشرف قطاع الناشئين بنادي الزمالك اتصور في مباراة لأحد الأكاديميات لكرة القدم مع نادي الزمالك في ملاعب الناشئين. ظهرت ملاعب الناشئين بمنظر سيء جدا جدا جدا، مجرد موكيت. الموكيت ده موجود بقاله 12 سنة متقطع ومتبهدل، وهو ده اللي بيلعب عليه ناشئين الزمالك. اسمع مني، الناشئين اللي انت لسه بتعدهم عشان يبقوا جيل جديد لكرة القدم. فهل هو ده القطاع اللي انت منتظر انه يخرج لك نجوم؟ ما اعتقدش ان انت هيظهر لك نجوم بالمنظر دوت. لازم يا جماعة يتم تطوير الملاعب الناشئين بالكامل، لان هي دي اللي هتنتج لك لعيبة. نادي الزمالك يوم الأحد الماضي استقبلت خزينته مبلغ 480 مليون جنيه. منين المبلغ دوت؟ طبعا كلنا عارفين أرض 6 أكتوبر الجديدة، في جزء منها مخصص للمساحات التجارية، في بقى زي ما تقولوا كده شركة هتاخد مكان عشان يتعمل فيه مول تجاري. فالجزء اللي اتاخد دوت هتاخده الشركة حق انتفاع 15 سنة أو 20 سنة حاجة زي كده، ودفعت لنادي الزمالك كجزء أو دفعة تحت الحساب مبلغ 480 مليون جنيه، وجاري تسويق باقي الأرض التجارية، واللي خد منها نصيب الأسد الأستاذ محمود الجمال، واللي دفع برضه مبلغ كبير لنادي الزمالك، ولسه في فلوس تانية جاية من أرض أكتوبر. نتمنى إن شاء الله إن تكون أرض أكتوبر فتحة خير على نادي الزمالك وحل الأزمات. أهم حاجة يا جماعة الفلوس دي تتوجه صح. أنت دلوقتي معاك فلوس وسبق وخدت قروض وخدت مبالغ كبيرة ووجهتها في حاجات غريبة، ودلوقتي انت بتشتكي من الديون والكلام دوت. انما الصح ان انت تشوف الاولويات ايه وتصرف الفلوس ديت فيها. بلاش بقى موضوع العاب الصالات والكلام دوت والحاجات اللي ما بتجيبش فلوس لنادي الزمالك. فريق كرة القدم ده لو انت ظبطته هيجيب لك كنوز في كرة القدم، هيجيب لك فلوس وملايين كتير جدا. لو مثلا قدرت تاخد بطولة الكونفدرالية 2 مليون دولار، قدرت في مستقبلا توصل دوري ابطال افريقيا، خدت دوري ابطال افريقيا 4.5 مليون دولار، هتدخل الانتر كونتيننتال تاخد 2 مليون دولار بس عشان المشاركة، غير مونديال الاندية وحاجات تانية كتير جدا جدا. حصل اتفاق شبه نهائي بين مجلس ادارة نادي الزمالك ولاعب الفريق السابق واللي هينضم ان شاء الله من جديد لنادي الزمالك الكابتن طارق حامد. تم الاتفاق على موسمين، حوالي 20 مليون في الموسم الاول عادي، الموسم التاني يبقى بموافقة نادي الزمالك لو هو شايف ان اللاعب يقدر يكمل يمدد له سنة كمان، شايف غير كده خلاص ينتهي عقد اللاعب. وده طبعا مكسب كبير جدا 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 لما يبقى عندك محمود جهاد ومحمد شحاتة لعيبة كويسة ومهارية وصغيرين في السن، معاهم واحد مخضرم زي طارق حامد في وسط الملعب يقدر يعمل لك منهم نجوم مستقبلية لنادي الزمالك. نتمنى ان شاء الله التوفيق للاعبنا طارق حامد ويعتزل بشكل كويس معانا. في اتفاق تم مع لاعب فريق حرس الحدود المهاجم محمود ممدوح وقع لنادي الزمالك او حصل نادي الزمالك على توقيع مبدئي لحد ما يخلص الصفقة مع نادي حرس الحدود. بكده هيبقى محمود ممدوح اضافة لخط هجوم نادي الزمالك. هتقول لي طب ما انت عندك مهاجمين. للأسف حسام اشرف ما اعتقدش انه هيكمل، ولا الجزيري، لانه بغض النظر عن انه بيجيب اهداف بس اداؤه في الملعب مش اللي يستحق المبلغ اللي بيدفع فيه كل موسم. فانت هيبقى معاك ناصر منسي، فانت لما تجيب عليه محمود ممدوح، وياريت يعني نبص الموضوع أسامة فيصل، مش عيب والله اللي احنا نشتريه تاني او نرجعه. غلطة حصلت ان احنا بعناه لنادي البنك الاهلي، واللاعب فعلا متألق جدا جدا، فده ما يمنعش اللي انت ترجعه تاني عندك عشان يبقى عندك خط هجوم قوي الموسم المقبل ان شاء الله.